السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الكلام بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. كل عام وحضراتكم بخير وصحة وعافية مع اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اليوم 10 رمضان، طبعا نحيي ونذكر الناس بالعاشر من رمضان، حرب أكتوبر المجيد الذي انتصرنا على العدو الصهيوني وحررنا بلادنا بأمان واستقرار. طبعا شهر رمضان ده شهر الموعظة، شهر الذي أنزل فيه القرآن. نحمد الله على الصحة والعافية، وأدامنا وأدامكم الله بإذن الله بكل صحة وعافية. طبعا شهر رمضان احنا اللي عبرنا فيه القناة. طبعا احنا الايام دي ما حصلناهاش يعني، بس الحمد لله في ذكرانا وفي ذكرى كل مولود حتى لسه بيتولد. دايما بنذكر ان شهر رمضان كانت فيه حرب اكتوبر المجيدي، حرب 1973 الذي نصر الله فيه مصر على العدو الصهيوني الاسرائيلي، وحررنا فيه بلادنا سيناء المجيدة. طبعا نترحم على شهداء أكتوبر وشهداء الواجب جميعا وشهداء سيناء عامة لحد وقتنا هذا. ونحيي رجالنا، رجال القوات المسلحة، الرجال البواسل، لأن كنت واحد منهم. يعني الحمد لله والشكر لله، أنا قضيت سنتين في الجيش المصري، في الجيش المصري بتاعنا. كانوا ونعم السنتين ان انا اقدر اخدم حاجه او اقدم حاجه لبلدي كخدمه. مهما كان انا ما فيش، كان الحمد لله كان حياه في ايام، بس الحمد لله والشكر لله قدرنا نقدم خدمه الحمد لله رفيعه المستوى. والحمد لله طلعنا بشهاده قدوه حسنه. ودائما الحمد لله أنا كنت بقضي سنتين في الجيش الثاني الميداني، جيش الاسماعيلي. حضرت مشاريع كتير والحمد لله ربنا أكرمنا وكملنا مشاريعنا على أكمل وجه. طبعا في عبور قناة السويس، طبعا تذكرة في لا تنسى في ذهون المصريين ولا في ذهون العالم. يعني الحمد لله احنا حربنا قدناها والحمد لله والشكر لله بتفوق أولا من الله، ثم من إرادة الشعب المصري وجيشه العريق وقيادته. طبعا رحم الله المشير حسين طنطاوي، وبارك الله في على الفريق سامي عنان، أدهم الله أدام عليه الصحة، ورحم كل شهيد قد صارت دماؤه في هذه الوطن. ودائما بإذن الله مصر متفوقة بإذن الله بكل ما فيه، متفوقة بشعبها وجيشها أولا ورئيسها. ربنا يهديهم علينا بإذن الله ويصلح حالنا وحالهم، واللي جاي بإذن الله أحسن. ودائما احنا الجيش المصري بتاعنا جيش، يعني جيش دائما أكيد يرعب أي حد. والحمد لله احنا وصلنا في سنة 2023 بجيش ما شاء الله لا يحسد. وزي ما قالوا عنه في القرآن: خير أجناد الأرض. والحمد لله والشكر لله، جيشنا وعساكرنا وضباطنا والصف وكل شيء في الجيش بواسل الحمد لله، قادرين على أي تعديات تدخل عندنا أو في بلادنا المجاور أو في أي دولة حبيبة لينا. يعني دائما احنا في تصدي لأي عدوان. والحمد لله عندنا جيش وعندنا رئيس الحمد لله يقدروا يحافظوا على البلد كويس ويقدروا يمنعوا أي تعديات. ودايما نقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين بالعاشر من رمضان. هو حرب أكتوبر المجيد، حرب النزاهة، حرب الذي صارت فيه دماء، أغلى دماء المصريين، جيشنا الحبيب. ونشكر كل من هو ساهم في هذا الحرب، ونشكر كل من هو حتى قال كلمة حق في مصر، وقال كلمة حلوة لينا. واحنا الحمد لله والشكر لله تاريخنا يحكم بكل حاجة، مش مجرد اسم كده وخلاص. الحمد لله مصر الحمد لله ذكرت في القرآن أكثر من مرة. ودائما يعني حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ادعى لمصر، هو مر عليها ما دخلهاش، لكن فيها الحمد لله كثير من أنبياء فيها عاشوا فيها وماتوا فيها.
وسبحان الله يعني ربنا ما تجلاش في أي مكان غير في سيناء، تجلى في جبل الطور. والحمد لله تجلى لسيدنا موسى. والحمد لله والشكر لله. دائما نكون إن شاء الله مصريين مفتخرين ببلادنا وجيشنا. أولا لازم نفتخر بجيشنا مهما كان فيه أي سلبيات، بس إحنا جيشنا لازم نفتخر بيه. في أول شيء لازم نفتخر بجيشنا وبسلاحنا وبقدراتنا القتالية. والحمد لله والشكر لله عندنا قادة قادرة على أي تعديات وعلى أي ذبذبة داخل حدودنا وداخل بلادنا. والحمد لله والشكر لله. دائما احنا بنطهر كل من هو فساد في الأرض. عندنا في مصر الحمد لله، يعني في أي دول كانت أو قامت فيها ثورات، الحمد لله الدول خربانة وزي ما هي، كان الحمد لله والشكر لله توفيق من عند الله إن دولتنا الحمد لله قامت إن شاء الله، قامت بجيشها وقامت برئيسها وقامت بشعبه بالإصرار والتأني. الحمد لله مصر وقفت على رجليها، وبإذن الله مش هتوقع لأي حد. دائما احنا بلادنا وبلاد المسلمين المجاورة دول حبايبنا، واحنا ما نقدر نستغنى عن بعض. اكيد مصر وكل الدول العربية واحد، بس احنا مصر الحمد لله الحمد لله والشكر لله لن تحتاج لأي احد بإذن الله، دائما ان شاء الله في تفوق. ونحب نقول لكم لا تنسوا الذكرى الخالدة، الذكرى الذي في ذهن الطفل قبل الرجل، حرب أكتوبر المجيد. أدام علينا وعليكم الصحة والعافية بإذن الله. مع تحياتي لكم أبو فارس السعيد. لا تنسونا بدعمكم والاشتراك في القناة. مع تحياتي لكم، في أمان الله وحفظه.